ارجع للجزء الاول من الحكايه واللي هيطلع دلوقتي فوق وشوفه لو اول مره تشوف الحكايه، ولو انت من المتابعين الجامدين اتفاعل مع الفيديو والقناه كلها علشان نوصل للقمه في اسرع وقت، وعلشان ننزل الجزء اللي بعده في الميعاد. والصلاه على النبي اهم من اي حاجه، ويلا بينا نكمل. وبعد ما بطلنا اطمن عليهم النظام فجاه ظهر برساله غريبه، وقال لبطلنا انا حاسس بطاقه لحجر اليوم قريبه. فبيبص بطلنا على حجر اليوم اللي معاه وبيقول للنظام قصدك على ده؟ فالنظام بيقول له لا يا عم انت الوحش ده والله ما عارف بصراحه، بس انا حاسس بطاقه غريبه من جسمه. وبنلاقي يوي لاحظت ان جسم الوحش اللي بطلنا لسه مفرتكه ده اطراف منه بتتحرك رغم انه متدشمل خالص. فبنلاقي تشون بيقول لهم خلونا نخلص عليه خالص. فبيقول لهم بطلنا استنوا لحظه، وبيقول للنظام في سر تقدر تحدد ده ايه بالظبط؟ بيقول له النظام الموضوع مقرف بس هي حاجات صغيره من حجر اليوم. بيقول له بطلنا خلاص خلينا امتصها. فبيعمل كده النظام وهو قرفان، وبتطلع طاقه من جسم الوحش وبتدخل في جسم بطلنا، وما بيقدروش يوي وتشون يشوفوا حاجه من الضوء اللي بيطلع. وبيقول له النظام انت امتصيت كميه مش قد كده فمش هتقدر تفتح قدره جديده، وبيزن عليه تاني يمتص الحجر اللي معاه ده لانه هيفرق معاه جامد. وبيطنش بطلنا وبيبدا الوحش يتبخر، وفجاه النظام بيصدم بطلنا باشعار غريب تاني، وبيقول له في الحيطه اللي جنبك دي في شعور بطاقه مقرفه، ودي بتكون صادره من زعيم الزنزانه بنفسه. بطلنا بيتفاجئ، وبنلاقي يوي بتقول لهم هو فين بقى الزعيم الزنزانه ده؟ وبنلاقي بطلنا قرب من الحيطه اللي النظام قال له عليها واتضرب بوكس خفيف كسر الحيطه. وبتتصدم يوي وبتقول هو كسر الحيطه ليه ابن المجانين ده؟ وبنلاقي بطلنا دخل المكان اللي كسره. بنلاقي تشون بيقول لها خلينا نمشي وراه، وبيفضلوا وراه فعلا وبيوصلوا لمكان الزعيم اللي بيكون نايم على الارض بشكل غريب كانه ميت، وحواليه في تعويذه مرسومه. والنظام بيفاجئ بطلنا وبيقول له احنا اكتشفنا قطعه كمان من حجر اليوم جوه جسم رئيس الزنزانه. وبيتصدم بطلنا من انه شكله كانه ميت اصلا. وبيقول له النظام لو امتصيت حجر اليوم اللي في جسم الرئيس هيموت الرئيس والزنزانه هتنتهي. وبنلاقي الزعيم بيطلع صوت بالعافيه، والنظام بيقول حاجه غريبه وهي ان الوحش ده حاليا في حاله بتمنعه من القتال، وشكله كده عايز يموت. واول ما كيونج بطلنا بيسمع الحاجه دي النظام بيتفاجئ من الحاجه الغريبه دي، وبيسال كيونج فجاه النظام سؤال مش متوقع، وبيقول له انا عايزك تقرا لي مشاعر الوحش ده، تعرف تعمل لي كده؟ بيقول له النظام مش هقدر بشكل عميق قوي بس هقول لك يعني من تحليل شكله. وبيقول له انه في غضب وحزن وحاسس بخوف واستسلام. فبيستغرب بطلنا زي ما انا وانت حاسين، وبيستنتج انه عنده مشاعر بشر، وكمان الوحش مستسلم لدرجه انه عايز يموت. ودي اغرب حاجه في الموضوع كله، والوضع غامض بطريقه مريبه يعني، لانه كيونج مش بس اللي كان محتار، لا الصيادين الجامدين جدا اللي معاهم كمان ما كانوش فاهمين اي حاجه، برغم انهم مصفيين زنزانات شكل دي كتير جدا. والزعيم اتحبس في تعويذه مجهوله وعنده جروح غريبه جدا. وبتقرب يوي من التعويذه وبتكون منذهله برغم خبرتها في الزنزانات دي، وبتقول لبطلنا انه دي دايره سحريه للتقييد ومش اي حد يقدر يعمل دايره زي كده، ورتبته على الاقل هتكون ايه او اس. وبنلاقي تشون بيقول لهم انا لقيت حاجه غريبه، وهي ان الوحش متقطع منه اجزاء بطريقه مريبه جدا. وبيقول لهم لانه في المعتاد اي حد بيتصفى اي معركه بتكون الاصابه عشوائيه وملهاش مكان معين. وبيقول ان العلامات اللي عليه شكلها منتظمه جدا ومظبوطه بطريقه غريبه قوي. وبيقول لهم ان تحس كده في حد اخد اجزاء محدده بس. ويوي بتقول لتشون انا حاسه انه الزنزانه دي اصطناعيه، صراحه مش فاهم ايه قصدها بس هي بتكون حاجه غير الزنزانه، والوضع كله فيه غموض مش مفهوم. المهم بنلاقي تشون بيقول يعني في حد عمل تجربه على الوحش. وبنلاقي بطلنا بيقول لنفسه ازاي الحاجه دي تحصل؟ هو صحيح احنا بنعمل تجارب على الوحوش فاكيد الموضوع ممكن يكون منطقي من الناحيه دي. وبيقول له نفسه لازم اطلع من هنا قبل ما حاجه تانية تحصل دلوقتي. وبيقرب من الزعيم وبيقول للنظام يمتص جزء حجر اليوم اللي جواه، والقطعه اللي جوه الزعيم بتبدا تضيء، وده بيصدم تشون ويوي جدا. وبيمتص بطلنا الحجر وبيتبخر الوحش، وما بيتبقاش غير تعويذه التقييد، وبتظهر بوابه الخروج من الزنزانه قدامهم، وبيمشوا كلهم وبيخرجوا. والنظام بيوقف الرؤيه الليليه لبطلنا وبيكونوا مش قادرين يبصوا كويس من الشمس. وبنلاقي فجاه جنود كتير واقفين حواليهم، وبنلاقيهم بيبعتوا خبر وما بتفهمش يوي حاجه ومين على مين ولا ايه اللي بيحصل. وبيلاقوا فجاه صوت بينده عليهم من وراهم، وبيلاقوا الملازمه جيون لابسه لبس الجنود والعرق مغرق وشها، وبتنهج وبتقول لهم فجاه انهم بقالهم شهرين في الزنزانه. ده ازاي الكلام ده؟ بترد يوي على الكلام ده وبتقول لها ازاي بس الزنزانه اصلا كلها على بعضها بتاخد 3 ايام. فبيسال بطلنا النظام الكلام ده بجد؟ فبيرد عليه النظام وبيقول له ايوه انت قضيت جوه الزنزانه 70 ساعه وبره الزنزانه مر 1400 ساعه. فبياخد بطلنا الصدمه وبيقول لنفسه هو ده نفس اللي حصل في اختبار الاستيقاظ. وبتقول لهم جيون انا عرفت رئيسه الوزراء انكم رجعتوا وهي هتقابلكم قريب، خلونا بقى نرجع دلوقتي. فبيرجعوا لمقرهم وبتدخل عليهم رئيسه الوزراء وبتفرح لما بتشوفهم،
عليهم وبتطمن عليهم، وبنعرف ان رئيسة الوزراء شافت كل حاجة حصلت وكل حاجة اتصورت جوه الزنزانة، وبتقول بعد ما بتشوف كل ده ليوي وتشون انهم يرجعوا يرتاحوا لانهم تعبوا قوي، فبيقوموا يرجعوا. وبتنده فجأة رئيسة الوزراء على يوي وبتقول لها الفيديو ده سري فانا همسحه من عندي وهديكي الجهاز، فبتقول لها يوي حاضر. وبيطلعوا تشون ويوي وبيبصوا جيون ورئيسة الوزراء على كيونج، وبيطلع لهم كيونج حجر اليوم، وبتاخدوا رئيسة الوزراء وبتقول له عاش عليك يا قائد كيم، انا بصراحة مش عارفة انت حدود قوتك فين وحاسة انك بتتخطى حدودك كل شوية. فبيقول لها بطلنا انا ما عملتش اي حاجة من اللي عندي في كل ده، وبتقول له احيانا بحس نفسي قدامك شخص عادي، وبتقول له بفضل حجر اليوم هنقدر نعرف ايه سبب الحاجات دي وايه نهايتها. فبيقول لها بطلنا تمام، وبيطلع بطلنا بره وهو ماشي في الطرقة بيفتكر كلمة رئيسة الوزراء قالتها له انه في ناس مستنياه بره، فبيسأل نفسه وهو خارج يا ترى مين اللي مستنيني. واول ما بيطلع بطلنا بيلاقي مجموعة ناس واقفة وبيقول لهم في ايه يا شباب، وبيكونوا كانجو واتباع بطلنا ونائب القائد واقفين ورا كانجو وما بيقولوش اي كلمة، وبتكون هدومهم مقطعة وحالتهم غريبة. بس فجأة في نص التأمل الغريب ده بيجي النظام وبيقول لبطلنا انا حدثت لك المعلومات الشخصية بتاعت كل واحد فيهم، وعندي خبر جامد ليك يا كيونج، وهو ان كلهم استيقظوا كلاعبين وبقى فيهم قوة فجرة. والنظام بيقول له احيه في حاجه اكتشفتها كمان، كل اللاعبين اللي قدامك مصنفين لنفس فئه القوه واللي هي قوه كانج. فبطلنا بيقول يعني ايه الكلام ده، وبيبدا نائب القائد يشرح لبطلنا وبيقول له في الشهرين اللي اختفيت فيهم حصلت احداث كتير، وبنرجع فلاش باك لوقت ما كان كانج بيحارب في الزنزانه اللي ظهرت، وكان وقتها نازل هرس في الوحوش واي حد بيجي قدامه بيقطعه، وكان مهندل على الزنزانه لوحده بدون تدخل اي جندي. وكيون بيتصدم وبيقول انا ما توقعتش في حد بقوه كانج ده غير كيونج، هو ولاد الفجر ده طلع لنا منين؟ وبيكون نائب القائد مصدوم اكتر من صدمته وبيقول انا كنت عارف ان الواد ده قوي بس مش للدرجه دي، وبيتخيل انه لو ما كانش بطلنا انقذه من ضربته كان هيموت زي الوحوش اللي كانج بيقطع فيهم دول. وبنعرف انه نائب القائد كان حاسس بامان وحد يقدر يعتمد عليه، بس في نفس الوقت حاسس باحباط، وبنلاقيه بيقول لنفسه ما ينفعش افضل قاعد كده زي حيلتها، لازم اكون اقوى زي كانج. وبنلاقيه رايح لكانج وحد من اتباعه بيقول له انت متاكد من الحاجه دي؟ احنا مش مستيقظين اصلا، وفوق كده ممكن انا ادور لك على حل بدل ما تعتمد على كانج ده لانه مش هيفيدك بحاجه. فبيقول له نائب القائد خلينا انا اشوف الحوار ده، وبيقرب من كانج اللي كان قاعد على الارض وبيشرح له كل حاجه واللي بتكون انه عاوز يتعلم نفس قوته. وكانج بيقول له انت متاكد من الكلام ده؟ فبيقول له نائب القائد لو قدرنا نبقى اقوى فبالقوه دي هنسمع كلامك واللي هتقول عليه. فبيفكر كانج في كلامه شويه وبيبتسم فجاه وبيقول لهم اكيد هخليكم اقوى، وبيتصدموا كلهم. وبننتقل لبعد وقت وبيكون كانج واخدهم على جبل وبيكونوا طالعين وبيوصلوا لمكان فيه شلال وشكله حلو، وبيتصدم نائب القائد من المنظر وبيقول الاماكن دي ما بتبقاش موجوده غير في الافلام، هو عارف مكان زي ده ازاي؟ فبيقول نائب القائد لكانج ما تقوليش والنبي انك كنت بتتدرب تحت الشلال ده وكنت بتاكل عشب وحاجات غريبه. فبيقول له كانج الله ينور على ابوك، عرفت ازاي؟ فبيتصدم نائب القائد ان الحاجه اللي مش عايزها طلعت صح، وبيقول له كانج كلامك صح، وبيتعصب نائب القائد وبيقلع هدومه وبيكون فيه عزيمه تهد جبال، وبيقول لكانج يلا خلينا اقوى يا كانج. وبنشوف لقطات ليهم وهم بيتدربوا وبيكونوا تحت الشلال وكانج بيدربهم على تسلق الشجر وتدريب الحبال وشيل جذوع الشجر وازاي يجيبوا اكلهم من الطبيعه، وبيبداوا يتحسنوا مع الوقت، وبيبدا كانج يعلمهم يستخدموا المانا ويبقوا لاعبين، وبيعملوا كده فعلا وبيفضلوا فتره على الوضع ده لحد ما بيبقوا نينجا في التدريبات، وبيبداوا يستخدموا قوه زي كانج بالظبط وبيكونوا تحولوا وحوش على اشكال بشر. وبينتقل بينا المشهد فجأة لشخص غريب ماسك صورة ومعلومات عن يوي وقاعد بيقرا ومتنح فيها، وبيخبط حد عليه وبيقول له انه يدخل، وبيدخلوا 3 اشخاص برضو مش عارفين اشكالهم، وبيتأسف واحد منهم وبينده على حد منهم وبيكون ساحر للعين السوداء، وبيقول له السحر ده ما توقعتش ده يحصل بس هصلحه برضو، يا جدعان حد يفهمنا مين رايح لمين. المهم فبيتعصب عليها الشخص الغريب ده وتحسه قسيس في كنيسة، وبيقول لها لازم يكون وبيسكت، والله حاسهم بيتكلموا بطريقة معاقة كده مش عارف ليه. المهم بيقول له السحر ده خلاص انا هرجع كوريا، وبتبان ملامح الساحر ده وبتكون بنت. المهم بنروح لطريق وبنلاقي هناك عربيات فيها عساكر كتير ماشيه، وبيكون معاهم جثه تنين النار وبينقلوها، وبيكون فيها عسكري راح في النوم والتاني بيقول له يا عم ركز بقى وفوق. فبيقول له العسكري النعسان ده هو ايه اللي ممكن يحصل؟ نقابه الدرع اختفت، مين ممكن يحاول يوصل لجسم تنين النار؟ المهم في طياره فوقهم بتراقب الطريق وبتعرف العربيات العسكريه دي انهم داخلين على نفق ولازم يعدوا منه بسرعه، وبيدخلوا النفق بس اول ما بيدخلوا على طول الحيطه
بتتكسر من وراهم، والنفق بيتقفل من وراهم وبيلاقوا عربيه عسكريه تانية زي اللي معاهم واقفه في نص النفق، فبيوقفوا العربيه بتاعتهم وبينزلوا يشوفوا مين اللي في العربيه دي. بس اول ما بيقربوا منها وبيجي واحد منهم بيفتح الباب اللي ورا يشوف ايه اللي جوه، بيطلع شخص وبيخلص عليهم ذخيره وبيضرب على العربيه علشان يقتل السواق اللي جوه، وبكده يكون قتل كل العساكر. بس ليه عمل كده ومين شويه المجانين دول؟ وبنلاقي فجاه اللاسلكي اللي في العربيه بتاعت العساكر اللي ماتوا بيتكلم فيها الطيار وبيطمن عليهم وبيقول لهم هتفضلوا قد ايه في النفق ده. فبيمسك الشخص الغريب ده فجاه اللاسلكي وبحركه خبيثه بيقول له قدامنا دقيقتين بالظبط ونخلص النفق، وبينقله الطيار ان العربيه رقم 1 طلعت على الطريق وماشيه تمام. فبيقول له الشخص الغريب ده تمام ماشي، وبيركب هو والثلاثه اللي معاه وبيمشوا بسرعه وما بنعرفش ايه نيتهم من كل ده. وبنروح لمؤتمر صغير لرئيسة الوزراء وبتتكلم فيه مع الصحفيين، وبتمشي وراها التابعة بتاعتها وبتكون بتقول لها على جداولها وكل اللي هتعمله، والناس بيكونوا بيصوروا فيها وعمالين يكلموها. بس فجأة في جزء من الثانية بيسكت كل اللي حواليها، وبتحس رئيسة الوزراء كأن الوقت وقف، وبتقول في نفسها هو ليه كله سكت فجأة كده؟ وبتلف راسها وبتلاقي الناس اللي بتصورها مش بيتحركوا وعيونهم واسعة وحمراء، حتى أتباعها كلهم نفس الكلام، والوضع مرعب لدرجة غريبة. وبتفهم رئيسة الوزراء انها واقفة في تعويذة سيطرة، وبتكون عارفه انه التعويذه دي بتحتاج منا كتير جدا، وكمان علشان تحطها على كميه الناس دي ده في معالج قوته فجره اللي عمل كده. وبتفضل واقفه محتاره مش عارفه مين بيبص فين، وبنلاقي فجاه البنت اللي ظهرت عند الراجل اللي شبه قسيس الكنيسه، وبتعرف رئيسه الوزراء مين دي، واللي بتكون قائده نقابه الدرع بنفسها وبيكون اسمها باركيو ريم. وبتسال ريم رئيسه الوزراء انت عملتي كده ليه فينا؟ ليه دمرتي نقابه الدرع وخليتينا نبقى كده؟ فبتقول لها رئيسه الوزراء لانك غلطتي ولازم تتعاقبي. فبتبتسم ريم وبتقول لها انت كمان هتقفي ضدي؟ والبنت دي انا مش عارف هي بنت بصراحه ولا لا بجسمها ده، بكتب في التعليقات لو عرفت. المهم بترد عليها رئيسه الوزراء وبتقول لها هقف ضدك وضد ابوكي كمان، وبتقول لها اختراقك للقانون لازم تتحاسبي عليه، وده بينطبق عليا انا واي حد تاني. وبتقول لها ريم بطلي بس الحركات دي، انا نفسي بس نتقاتل. وبتقول عليها انها اختها الكبيره وشكلهم كده اخوات، بس هنتاكد من الحاجه دي بعدين. واول ما ريم بتذكر القتال بتلف رئيسه الوزراء وبتصرخ باسمها وبتكون متعصبه، بس بتلاقيها اختفت والناس واتباعها رجعوا تاني. وبتقول رئيسة الوزراء لاتباعها انهم يلغوا كل الجداول ووجع الدماغ ده، وبتقول لهم يكلموا مجلس الامن دلوقتي حالا. وبنرجع لبطلنا اللي بيشوف اتباعه وهما بيدمروا زنزانة، وبيكون شايف فيهم اختلاف كبير وبيقول صح هي زنزانة مش قوي بس يقدروا يعتمدوا على نفسهم من غيري. وبيجي واحد من اتباعه فجأة وبيقول له في دعوة انك تروح مقر قيادة الجيش الثالث حالا. وبيقول له كيونج ليه في ايه؟ فبيقول له الشخص ده انه في مجموعة مجهولة سرقت جثة التنين الناري. فبيتصدم بطلنا وبنروح لمقر سري في سيول تحت الارض، وبنلاقي هناك رئيسة الوزراء داخله المكان، وبيكون مكان سري جدا وبيكون فيه اجتماع وفيه جنرالات من الجيش واهم الناس في كوريا، ومن ضمنهم طبعا كيونج، وكله بيقوم يؤدي التحيه لرئيسة الوزراء وبتقول لهم يقعدوا كلهم. وبتكون بتتكلم عن جدول الشغل واللي هو سرقة جثة التنين الناري اللي هزمه بطلنا، ودخول قائدة نقابة الدرع كوريا بدون اذن، وبيشغلوا لها تصوير لفرقة قائدة نقابة الدرع وهم خارجين من المطار. وبتلاحظ ريم الكاميرا وبتدمرها، وبيقول لها اللي بيعرض لها الفيديو ده انه سحرها قوي جدا، وبيقول لها انه من بعد ما شاف الكاميرات كلها اكتشف انها دخلت من المطار. وبتصرخ فيه ليونج وبتقول له انت بتهزر يا رئيس المخابرات معايا؟ انت سايب لي ثغرة كده عادي في كوريا؟ ازاي الناس بقى تثق فينا بعد اللي حصل ده؟ فبيتأسف لها وبتقول يونج في نفسها البت ريم بقت اقوى بكتير، وقالت انا فاكره انها كانت كويسه جدا في سحر السيطره بس مش لدرجه تسيطر على مطار كامل. وبتسال الرئيس ده لو كان متابع جثه التنين فين لحد دلوقتي، فبيقول لها الجنرال ده بصراحه بتتبعها من الطرق لانهم دمروا كل الكاميرات الموجوده، فالموضوع مش سهل خالص. فبتخبط ليونج الترابيزه وبتقول له مفيش ولا كاميرا شغاله يعني في كوريا، ولا حتى تليفونات الناس في الشارع تتابع منها ولا اي حاجه؟ ما تخليش الواحد بقى يفكر بطريقه غريبه يا عم انت. وبيتاسف لها الرئيس ده واللي بيكون رئيس المخابرات وشكله خايب كده ما بيعرفش يشتغل، وبتقول ليونج يا عم هو ده وقت ندم؟ وبيقول لها رئيس جهاز المخابرات التاني هي مش اهم حاجه دلوقتي اننا نتعاقب جثه تنين النار، لانهم لو خرجوا بيها بره كوريا كده احنا جبنا العيد. وبتقول ليونج في نفسها قيمه جثه تنين النار مش بس على فلوس، دي على قيمتها نفسها، لان مفيش ولا دوله في العالم قدرت تخلص زنزانه 8 نجوم. فبتبص على طول رئيسة الوزراء على كيونج بطلنا وبتقول له بقول لك ايه، واول ما بيتكلموا كل اللي موجودين بيتضايقوا وبيغيروا منه، وبتأمره ليونج انه يجيب قائدة نقابة الدرع دي في شوال. فبيتكلم رئيسه بيقول لها طيب وجسم التنين النار هنعمل فيه ايه؟ انا متأكد انهم شوية ارهابيين اللي اخدوه. وبيقول رئيس تاني حتى لو طلبنا اننا نتعاون مع نقابات تانية لازم الاول نسيطر على شوية العيال دي. بترد عليه ليونج وبتقول له مش هنقدر نعمل حاجة، هو كيونج الامل الوحيد لوحده هيقدر يخلص العبط ده كله. وبيسألها رئيس طيب
والجثه هنعمل معاها ايه؟ فبتقول له انا هخلي فريق كيونج يتحرك مع الجثه وكيونج يجيب البت ريم في شوال، وبتعرفوا من الحالتين دول قضايا من الدرجه الاولى ومن غير اي تعاون مع اي نقابات تانية، ولازم نكون الحكومه قادرين قدام اي حاجه. فبيسالها رئيس طب ازاي كيونج لوحده هيقدر على ريم قائده نقابه الدرع؟ فبتقول ليونج علشان كده جبت حد احتياطي، وبتقول للشخص ده اتفضل ادخل. فبتدخل بنت عاديه خالص، فبيستغربوا كل اللي موجودين، واول حاجه البنت دي بتعملها بتروح تقف قدام بطنها وبتعرفوا عن نفسها وعن انها عميله لجهاز المخابرات الوطنيه واول عميله خارجيه لمكافحه التجسس. فبيتضايق رئيس المخابرات ده وبيقول لها المفروض كوجي اللي هي البنت اللي دخلت دي عندها مهمه حاليا، انت ايه اللي خلاكي تعملي كده من غير ما تكلميني يا ليونج؟ فبتتاسف له ليونج وبتقول له والله ما كانش في وقت للكلام ده كله. وبيسال واحد من الرؤساء بس البنت دي مش هتكون عائق على كيونج في مهمته؟ وبيقول انا بفضل يكون حتى لاعب رتبته عاليه او نقسم فريق الزنزانات لاسمين. وبيقول الشخص اللي كان مدي مهمه لكوجي انا هقول لكم مين البنت دي، ما سمعتوش قبل كده عن اسم المروض؟ كان في بطل في سيونج نام بينقذ الناس وبيعمل اخلاء في الاماكن وما كانش بيسمح باي اصابه، وكان اسمه المروض. وبعدين عرفنا ان المروض ده مجرد بنت عندها 18 سنه بس. وبعد ما الدنيا هديت شويه في الزنزانات الحكومه والدوله عرفت قدره البنت دي وقدمت لها عرض انها تكون عميله عندهم، والكلام ده كله حصل من 10 سنين. وبيعرفهم انه لحد دلوقتي المروض شغال بكفاءه وشغل عالي من الاخر، واسمها الحقيقي دلوقتي هو العميله كوجي. بتقول لهم ليونج ماشي خلونا بقى نتكلم في الجد دلوقتي. وبنشوف كانج بعد الاجتماع وهو متضايق من بطلنا انه هيسيبه لوحده مره تانية، فبيقول له بطلنا مش هتقدر تساعدني بس تقدر تعمل حاجه حلوه في حياتك المره دي كمان وتنفذ المهمه زي ما هي. فبيكون كانج بيعيط ومقهور، وبتيجي كوجي وبتقول لبطلنا انت كيونج صح؟ فبيقول لها كيونج ايوه انا هو. وبيبص كانج فجاه في عيون كيجي وبيلاقي عيونها حمراء وشكلها هادي وغريب، فبيخافوا بيستخبوا ورا بطلنا وشكله شاف حاجه خوفته. وبيقول له بطلنا كيونج انت بتعمل ايه؟ اعتذر للعميله دلوقتي. فبتقول كوجي مش عارفه انت ليه ماشي مع طفل، او هو مش طفل هو شبه الاطفال. فبيقول لها كانج بتوتر انت ازاي انت عملت كده ازاي؟ هو انت عارفه الحاجه دي؟ كانج شكله شاف حاجه في كوجي هو عارفها، وكوجي دي انا مش مرتاح لها مش عارف ليه. المهم ان بطلنا بيستغرب من اللي هو بيعمله، وبننتقل لمكان اسمه جزيره الشر السماوي. المكان ده عباره عن سجن ومفيش ولا سجين قدر يهرب منه، ومفيش حد خرج من هناك حي ابدا. وبنروح للسجين رقم 4882 وبيكون بياخد الاكل بتاعه بيبدا ياكل فيه كانه ما اكلش من العيد اللي فات. وبيطلع اللي بيحش في الاكل ده بارك اللي اتحكم عليه بسجن مؤبد من ليونج. وبنروح لبره السجن وبنلاقي مجموعه ريم بتقرب من السجن، والحراس بيرفعوا عليهم الاسلحه وبيقولوا لهم اقف يد انت هو مكانك وقولوا اساميكم، ولو ما حدش اتكلم هنضرب نار دلوقتي. وبنلاقي ريم بتقول له هي مبتسمه احنا من نقابه الدرع، وبتقول له انا جيت هنا علشان ارجع اخويا اللي هو بارك يعني. وبكده احنا اتاكدنا ان ليونج هي اختها فعلا. وبنلاقي فجاه السجن بيتحرق كله وريم نازله في الحراس والجنود اللي جوه دعك بسحرها وقوتها، وبتكون البت دي قويه بصوره مش طبيعيه. وبيظهروا فجاه قدامها شويه عيال كده من السجن، وبيقول لها واحد منهم عضلاتك مقويه قلبك. فبتقول له ريم ابعد من وشي يلا لو عايز تعيش. فبيجي جنود كتير من ورا الولد ده وبيقول لها الولد ده انا عارف انك كنت هتيجي فعلشان كده جهزت لك اسلحه ما تقدريش عليها ولا سحرك نفسه يقدر عليها. فبتقول له ريم طب احلف كده، وبيشاور الولد ده على الجهاز القاتل الصغير ده وبيفتح ليزر على ريم وفارقها، وبتضحك ريم وبتفعل سحرها. وبنروح لبارك وهو نايم بس فجأة بيسمع صوته وبيقوم من النوم، وبيلاقي فجأة الباب اتكسر والواد اللي كان عامل فيها عنتر ابن شداد محروق وميت على جنب. وبيلاقي بارك فجأة أخته جنبه وبتاخده وبيمشوا من الجزيرة دي. وبيوصل بعد كل ده بطلنا هو وكوجي وبيلاقوا المكان مدمر ومحروق وحالته حالة. فبتقول كوجي كنت حاسة إنه ريم هتيجي هنا، وبتأمر أتباعها إنهم يدوروا على أي ناس عايشة جوه. فبيبدأوا يتحركوا بس النظام بيقول لبطلنا مفيش ولا واحد عايش جوه. فبطلنا بيقول لها مفيش أي روح جوه. فبتقول له كوجي أنت إزاي عرفت؟ فبيقول لها هبقى أقول لك بعدين خلينا نتحرك إحنا بس دلوقتي. فبتقول كوجي في نفسها ما توقعتش يكون شخص قاسي قوي كده. وبيبداوا يتحركوا لجوه وبيلاقوا جثث كتير جدا وميتين بطرق بشعه وغريبه، وفي تعويذات سحريه كتير على الحيط والسقف. وبتقول كوجين التعويذات شغاله زي الفل. فبيقول لها بطلنا بس شكلها انهارت بسبب الدمار ده كله. فبتقول له كوجي احنا متاخرين بخطوه عن كل ده، بس بتقول له عندي فكره. وبترفع ايدها وبتطلع ضوء ازرق وبترميه على الارض، وبتبدا فيران تطلع من الحيطه وتقرب من الضوء ده. وبيكون كيونج مصدوم ومش فاهم ايه اللي بيحصل بالظبط. وبتقول له كوجي اوعى تتفاجئ لان دول مجرد اصحاب. وبنعرف ان كوجي
عندها قدرة معاملة الحيوانات والنباتات كأنهم أصحاب، ودي حاجة نادرة جدا بين اللاعبين. وبيقول إن الموضوع مش بس إنها تقدر تديهم الأوامر. وبيسأل بطلنا النظام هي كود جي بتعمل إيه دلوقتي، فبيقول له النظام دي بتتواصل مع الحيوانات، ودي قدرة مذهلة جدا. وبتعرف كود جي من الحيوانات اللي حصل في المكان. وبتقول لبطلنا إنهم هربوا من السجن ومشيوا اتجاه الشمال، وبتقول له خلينا نمشي وراهم. وبتقول له مهما كانوا مخادعين ما يقدروش يخدعوا كل العيون. وبنروح لريم وبارك، وبنلاقي بارك بيسأل أخته انت ازاي دخلتي أصلا، وبيقول لها أختي الكبيرة لو عرفت هتقتلني. فبتقول له ريم بعصبية لو جبت سيرة البت دي هنفضك، البت دي مش أختي ولا أعرف هي مين، لأنها مش بتقدر أي حاجة بعملها عشانها وبتنكر الجميل. وبتقول له بس انت كويس يا بارك. بيقول لها بارك طب هنعمل ايه دلوقتي، نسافر برا كوريا بقى ولا هنعيد بناء نقابة الدرع من تاني؟ فبتضحك أخته ضحكة تجار المخدرات، وبتقول له هتعرف كل حاجة قريب يا بارك. فبارك وشه بيجيب ألوان، وبتقول له أخته بس في حاجة لازم نخلص منها الأول، وهي إننا نعاقب حكومة كوريا وكوريا كلها اللي كنا بنحاول نحميها، وفي الآخر خانتنا بدل ما تكافئنا، والشخص السبب في كل ده هي البت اليونج، بس المرة دي بقى احنا هندشمل الدنيا. فبيقول لها بارك انا بصي ماليش دعوه بكل ده، وبيكون وشه خايف جدا، وبيقول لها مستحيل تفوزي على كيونج ده ابدا. فبتمسكه اخته من ايده وبتقول له انت بقيت خرع قوي يلا. وبيقول لها بارك بصي فكك من كل ده وخلينا بس نهرب من كوريا خالص، لانه كيونج ده مش طبيعي، ده عباره عن وحش في جسم انسان. فبتمسك ريم ايد بارك جامد، وبارك بيتصدم من قوتها، وبتقول له اسمع كويس ياض انت، انا مش زي ما كنت قبل كده ماشي، ومحدش هيقدر يوقفني، ولا كيونج ولا امه كيونج ولا اليونج ولا سوبرمان بنفسه حتى. خلينا نوقف عند البنت العبيطه دي، وعايزك تقولي في التعليقات هل هي قويه كفايه انها تواجه كيونج، وهل في حد اصلا يقدر على كيونج اللي مهكر اللعبه والنظام كله، وكانج ده بقى قصته ايه ومنين هو، ومين هي كود جي دي، وايه سر قوتها الغريبه دي. كل ده هنعرفه مع احداث حماسيه في الجزء اللي جاي، واللي لو عاوزه ينزل بسرعه اتفاعل مع الفيديو والقناه كلها علشان نوصل للقمه في اسرع وقت، والصلاه على النبي اهم من اي حاجه، ويلا السلام.